أنا معتاد على إن أنا عارف كويس أوي الحقيقة، أنا مش رايح أنافس على كأس العالم، أنا رايح أجمع أكبر قدر من لحظات الفخر. وأكتر شيء ارتبطت فيه مع المنتخب ده مع حسام حسن إنه اداني أكبر قدر ممكن من لحظات الفخر بكرة قدم شجاعة. أنا معتاد على إن المدربين بتوعي معرفيني إن كرة القدم عبارة عن 90 دقيقة من الخوف والدعاء، إنما إن أنا أروح على الجول أسجل هدف يلغى بسبب لقطة قبلها بدقيقة باين ولا مش عارف كام ثانية، وبعدين طارد الهدف التاني مرة تانية ونفس الراجل يجيب الجول. فده كان منتخب شجاع لدرجة خلتني متفهم ليه احنا في آخر المباراة احنا قررنا ان احنا بعد التعادل احنا قررنا ان احنا لا ننهي اللقاء بالتعادل او لا نكتفي بالتعادل او ان احنا نطارد الهدف الثالث. هي لحظات في الاخر، هي كلها هي دي اللي هتفضل في دماغنا لفترات طويلة، لحظات بتدينا ترفع راسنا وتخلينا نمشي لقدام واحنا داخلين كاس افريقيا الجاية، مش زي كاس افريقيا اللي فاتت. كاس افريقيا اللي فاتت كلها مهزوزة، كلها بشكل عام احساس عام بان احنا مش عارفين رايحين على فين. المرة دي انا عارف كويس قوي ان احنا قادرين نروح لابعد قدر ممكن من المسافة، برغم ان احنا ما اشتغلناش على المشوار وعلى المشروع. السنغال بتبني، المغرب بتبني، منتخب مصر بحسام حسن بكرة قدم شجاعة قدر ان هو النهاردة يقدم لحظات ممتعة كبيرة تخليني اقول ان انا في البطولة الجاية انا منافس للناس دي وعندي قدر وعندي قدرة. بس انا مش قادر، لان انا في العادي انا بني ادم هربان من الحياة لكرة القدم. فانا عشان هربان من الحياة لكرة القدم انا هربان لسبب بسيط، كرة القدم هي الشيء الوحيد اللي بعد 90 دقيقة انت ممكن تكسب فتفرح قوي او تزعل فتزعل قوي. في الحالتين انت لأول مرة بتلاقي شيء في الحياة عبارة عن 90 دقيقة في قوانين واضحة الالتزام بيها بيؤدي الى الفرح او الحزن. فان انا الاقي الظلم في اللقطه بتاعه ضربه الجزاء اللي لينا اللي اتحولت لجول علينا مخلياني عندي مراره، مخلياني مش قادر اتفرج على اخر 10 دقايق من المباراه دي مره تانية في حياتي. لان في النهايه انا كنت شجاع وقوي وقادر وواصل ومهدد للارجنتين، ولاعب الارتكاز بتاعي بيتشد جوه منطقه لاعب الارتكاز الدفاعي اللي المفروض يبقى واقف ورا خايف ومرعوب من ميسي، هو اللي في منطقه جزاء الارجنتين وبيتشد وبيقع. النجم بتاعي اللي بيصنع الفارق محمد صلاح بيتضرب نفس الضربه اللي اتلغى بسببها الجول. لا، ده كله ما بيتحسبش، بيتحسب عليا الجول اللي بيخرجني من البطوله. فبكل تاكيد هي مشاعر مختلطه صعبه، انا مش قادر اشوف فيها ان انا مبسوط بلحظات الفخر اللي اتحسبت واتسجلت بسبب الظلم اللي وقع، اللي مخليني حاسس بضغينه ناحيه البطوله بصراحه فجاه. يعني مخليني حاسس ان انا مش عارف اجي هنا اقول ايه، مش عارف ارتب الكلام في دماغي، مش قادر اتعايش مع اللقطه دي ان هي لقطه عاديه وافرح بالمفروض ان انا وصلت له، لان هو ده كان قدري وهو ده حجمي وان تمام، وان ان في الاخر الارجنتين وجودها هو ده الطبيعي وهي اللي ليها الشعبيه الاكبر والجماهيريه الاكبر حول العالم يعني.